الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، حياكم الله تعالى. من المخطوطات النفيسة الموجودة في مكتبة العلامة محمد المختار ابن بلعمش الجكني رحمه الله تعالى، مؤسس مدينة تندوف حرسها الله تبارك وتعالى، من نفائس مخطوطاته كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذه المخطوطة نفيسة جدا، كتبت بخط جميل، ونسخت سنة 70 و900 للهجرة، فهي قريبة من زمان المصنف رحمه الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الحافظ ابن حجر، وأن يرحم العلامة محمد المختار بن بلعمش رحمه الله، فقد كان مهتما جدا بعلم الحديث، وقد درس عليه علم الحديث كبار العلماء في زمانه، من أمثال العلامة محمد محمود التركزي رحمه الله، المعروف بابن التلاميذ التركزي الشنقيطي رحمه الله تعالى. درس عليه صحيح البخاري في مدينة تندوف حرسها الله تعالى. وهذه نماذج من هذه النسخة. وكتاب فتح الباري في القديم كانوا يكتبونه دون المتن، يكتبون الشرح فقط، يقولون وقوله كذا، ويذكرون كلام الحافظ ابن حجر، ولا يريدون المتن كما هو مشهور الآن في هذا الزمان. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته، ما ناح قمري وأورق عود.